في ناس بتحب تضحكك، وفي ناس بتحب تغني، وفي ناس بتحب. بس أوقات الحب بيتحول لسر. سر لو اتقال ممكن يخسرك كل حاجة. القصة دي بعتتها بنت وطلبت تفضل هويتها مجهولة. قالت جملة واحدة في الأول: أنا بنت بس بحب بنت، ومش عارفة ده حلال، غلط، مرض، ولا حب. أنا اسمي مش مهم. أنا ممكن أكون أي بنت في أي جامعة، أو ساكنة في الدور اللي فوقيك. أنا اللي طول عمري كنت كويسة زي ما بيقولوا، بصلي وبذاكر ودايما بحاول أرضي أهلي. بس من وأنا في ثانوي كنت بحس إني مختلفة. كنت لما أشوف صاحبة ليا بحس بحاجة غريبة، مش غيرة، مش إعجاب، بس حاجة زي لهفة، زي اشتياق، زي لما تبص لحد وتحس بقلبك بيقرب منه مش عقلك. في الأول كنت بلوم نفسي، كنت أقول يمكن ده عشان أنا مش قريبة من بابا، أو يمكن عشان أصحابي قليلين. بس ما كنتش بلوم نفسي من جوه، كنت بخاف من نظرة المجتمع مش من إحساسي. دخلت الجامعة وتعرفت عليها، مش هقول اسمها، بس كفاية أقول إنها كانت الضحكة اللي بستناها كل يوم. كانت صاحبة وأكتر من صاحبة. كنت لما تلمس إيدي بتحصل رعشة، ولما تتكلم عن حد تاني قلبي بيتكسر من غير ما اتكلم. ما كنتش أعرف أقول لها ومش عايزة أخسرها. كنت بدعي الليل كله ربنا يبعدني عنها، بس لما تبعد كنت ببكي. مرة وهي بتحكي لي عن شاب كان معجب بيها قلبي اتكسر. ضحكت قدامها، بس رجعت البيت ووقفت قدام المراية وقلت لنفسي بصوت مسموع: أنا بحبها، مش المفروض أحبها. والأول مرة حسيت إني فعلا لوحدي. جربت أبعد، بطلت أرد على رسايلها، قللت الخروج معاها، مسحت صورنا. كنت بصلي وابكي وأقول يا رب نضف قلبي، خليني زي البنات التانية. بس السؤال اللي كان بيكسرني هو: أنا ليه لازم أتغير وأنا عمري ما أذيت حد؟ رجعت أكلمها تاني، بس ما كانتش زي الأول. كانت بدأت تتغير وتقرب من حد تاني، وفي لحظة اختفت من حياتي. لحد دلوقتي مش عارفة اختفت ليه، بس يمكن حست، يمكن فهمت، أو يمكن خافت. المهم إنها راحت وسابتني مع سر كبير، سر كبير بيزيد حجمه كل يوم. أنا مش بتكلم علشان أدافع عن نفسي، ولا بطلب تعاطف، ولا بقول إني ملاك. أنا بتكلم علشان طول عمري حاسة إني غلط، بس عمري ما أذيت حد، ولا لمست حد، ولا خدت من حد حاجة مش من حقي. أنا بس حبيت. يمكن الحب ده مش مقبول في مجتمعنا، يمكن في ناس هتقول عليه حرام، بس محدش يعرف الوجع اللي جوايا، محدش يعرف إحساس إنك بتعيش عمرك كله مستخبي من نفسك. أنا مش عارفة المصير، بس عارفة إن جوايا حاجة حقيقية، مش شهوة ولا تمرد. حاجة بتحب، بتهتم، بتخاف، بتغير، وبتفرح. أنا مش طالبة فتوى، أنا طالبة بس حد يسمعني من غير ما يرجم قلبي بحجر. مش كل حاجة مختلفة معناها غلط، ومش كل حاجة مش مفهومة معناها نجري منها. اللي بعتت القصة دي مش محتاجة إجابة جاهزة، هي محتاجة حضن وسؤال: انت عاملة ايه بجد؟ في ناس بتحب وبتتألم لوحدها، حتى لو انت مش فاهمهم حاول تكون إنسان معاهم. لو عجبتك القصة دي ما تنساش تدعم القناة بلايك واشتراك، وقول لنا رأيك بصدق وبقلب مفتوح، وابعت لنا لو عندك قصة احنا بنسمعك.